السلام عليكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم قوارير في عدد جديد وحلقة جديدة على قناة السلام الفضائية. مرحبا بكم. في هذا الموضوع سوف نتناول عدد الحلقة لهذا اليوم: الانضباط ومفهومه. لطالما أردنا أن نحقق هدفا ما وسعينا جاهدا لتحقيقه، ولكننا نكتشف بعد أيام بأننا فشلنا في تحقيق هذا الهدف، ليس لأن الهدف صعب وليس لأننا لا نستطيع تحقيقه، بل لأننا لم نلتزم ولم ننضبط في وصولنا لذلك الهدف. هذا أحد المشاكل الجمة والكثيرة المنتشرة بيننا وبين الناس، أننا لا نستطيع الانضباط، وسرعان ما يخفو ذلك الحماس، حماس البدايات والانطلاقات، ونعود إلى ما بدأنا وإلى نقطة الصفر والبداية. ما الحل؟ ولماذا تخفو تلك الشعلة التي بدأنا بها؟ ولماذا لا نستطيع الاستمرار في الانضباط؟ وكيف نستطيع اكتساب هذه العادة لأجل وصول لأهدافنا وتحقيق المراد؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في عدد حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله وحيا الله مستمعينا الكرام في برنامجك المميز قوارير. يا هلا وسهلا فيكم. أستاذة خديجة، في البداية ما هو الانضباط؟ طيب، في البداية لازم نعرف الأشياء حتى نستطيع أن نحن نتعامل معها ونفهم ما الذي يحدث. الانضباط قدرة المرء على فعل ما يجب عليه فعله في الوقت الواجب فعله، يعني ممكن نقول عليه هو التدريب اللي الإنسان الذي يعطيه لنفسه لإنجاز أمر معين أو اكتساب أو تبني سلوك معين. هذا نسميه الانضباط أو الانضباط الذاتي. فالإنسان يقوم موقف أو مقام المدرب الشخصي لنفسه لاكتساب شيء معين أو تحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة، مع وجود الحافز والدافع وتجنب كل المغريات والملهيات عن هذا الأمر الذي يريد أو يرغب في الوصول إليه. جميل. وما هي أهمية الانضباط؟ طبعا الانضباط أهمية عظيمة جدا، وخاصة الانضباط الذاتي الذي يأتي من داخل المرء ونفسه وشخصه بحد ذاته دون أن يكون عليه أحد رقيب. فليس هناك أب ولا مؤسسة ولا وظيفة ولا ظروف ولا أي شيء، إنما الإنسان هو سيد نفسه. الانضباط الذاتي يحقق للإنسان، يعني من أهم الأشياء التي يحققها الإنسان هو شعور الرضا الذاتي، شعور الرضا عن النفس. لأن الإنسان عندما ينطلق للقيام بالأعمال أو تحقيق الأهداف أو إنجاز شيء معين أو اكتساب سلوك معين من دافع ذاتي، معناها أن المحرك هو محرك داخلي وليس بفعل مؤثرات خارجية. أيضا الانضباط الذاتي يمنح المرء حافز كبير لإنجاز المزيد من الأهداف، لأن الإنسان عندما يكون عنده حالة الرضا عن الذات معناها أن ثقته بنفسه قد تزداد. يعني زيادة الثقة بالنفس يجعل الإنسان عنده حافز ورغبة لتحقيق النجاح، لأنه نجح أول مرة فهو يعرف أنه يستطيع النجاح في المرات القادمة. أيضا يساعد الانضباط الذاتي على الابتعاد عن كثير من الأشياء السلبية أو الأفكار السلبية أو السلوكيات السلبية، واكتساب الأفكار والسلوكيات والمشاعر الإيجابية مما ينعكس على الإنسان بشعوره بحالة الرضا والسعادة. أيضا الانضباط الذاتي يعلم الإنسان أو من أهميته أنه يجعل الإنسان يتمتع بمهارات جيدة في التواصل، لأنه عنده قدرة على التواصل الذاتي مع نفسه. يعني لن يستطيع إنسان الوصول لمسألة الانضباط الذاتي إذا كان لا يستطيع التواصل بشكل جيد مع نفسه ومعرفة رغباته واحتياجاته وما يستطيع وما لا يستطيع. فبالتالي ينعكس هذا على طريقة تعامله مع الآخرين، قدرته على التواصل الفعال مع الآخرين والتأثير فيهم، وأن يكون هو نموذج يحتذى به. هذه أبرز الأشياء المهمة كتأثير الانضباط الذاتي على الإنسان. جميل. وبعد ما تعرفنا على هذه أهمية الانضباط في حياتنا والناتج الذي سوف يؤدي إليه، كيف نستطيع أو ما هي الطريقة المثلى للالتزام بالانضباط؟ في الحقيقة أستاذة نورة، مسألة الانضباط الذاتي مسألة مهمة جدا، ومع الأسف الشديد نحن اليوم نعاني من هذا الأمر، أنه الأفراد لن نقول الجميع لأن التعميم ليس صحيحا، إنما بعض أو الغالب من الأفراد سواء كانوا صغار في السن أو كبار أو شباب ليس عندهم القدرة على تحقيق الانضباط الذاتي. لذلك من أهم الأشياء التي تساعد الإنسان على الأقل
لخلق حالة من الانضباط الذاتي أو أن يكون إنسان منضبط ذاتيا، أن يكون أول شيء يتمتع يلتزم بالتفكير الواضح بشكل دائم. معنى ذلك أن الإنسان يجب أن تكون الصورة الذهنية التي يحملها عن نفسه واضحة، عن الأشياء التي يريد تحقيقها بشكل واضح جدا. كثير مننا نعاني أن تتداخل الأفكار، فلا نعرف ما الذي نريده وما الذي لا نريده، وهذا يحدث. لكن كيف نستطيع أن نجنب أنفسنا هذه التداخلات في الأفكار والمشاعر مع بعضها البعض؟ يكون من خلال القيام بالتأمل والاسترخاء. طبعا مسألة التأمل والاسترخاء مسألة واسعة جدا، ليس كما يفهمها الناس أنه حالة الصمت وحالة السكون فقط، لا، هي حالة تعيد توازن في الداخل وترتب الأفكار ترتيبا حسب أهميتها وأولويتها. ذلك كثير من المعاهد الآن تعلم هذا الفن، فن التأمل والاسترخاء، حسب القواعد والأصول للوصول الإنسان للنتيجة المطلوبة. إذن الالتزام بالتفكير الواضح بشكل دائم من طرق التنمية الانضباط الذاتي. أيضا عندنا التحلي بالشجاعة، معنى ذلك أن الإنسان يجب أن يواجه مخاوفه بدلا من الهروب منها. كلنا لا نحب الفشل، لذلك دائما كل سعينا لو تلاحظين أننا لا نريد أن نفشل، مع أن الفشل ليس حقيقي، هذه الصورة ذهنية عند الإنسان فقط، إنما الفشل هو فقط يعرفنا الطريق الذي يجب أن نسير إليه، هل هو مناسب أم غير مناسب، لذلك ليس هو فشلا. لذلك حالة الهروب من الفشل أو مشاعر الفشل هي التي تؤدي بنا للوقوع فيه. فإذا التحلي بالشجاعة وعدم الخوف ومواجهة ما نخاف منه سواء كان أفكار أو مشاعر يؤدي بالإنسان أن ينمي عنده مسألة الانضباط الذاتي. أيضا من الطرق التي تنمي الانضباط الذاتي الالتزام بالعمل الجاد. معنى الالتزام بالعمل الجاد أن يكون الإنسان على قدر تحمله للمسؤولية في أداء الأعمال التي توكل إليه أو الأعمال التي يوكلها إلى نفسه، لأن يؤدي ذلك إلى أن الإنسان يشعر أنه يزيد من فرص النجاح والتفوق في حياته عندما يعلم عن إنسان أو يعرف عنه أنه إنسان عنده حس بالمسؤولية عالي ويلتزم بالأعمال التي توكل إليه وبالمهمات التي تعطى إليه. يحسن سمعته عند الآخرين ويزيد من فرص النجاح لأن سمعته أصبحت أفضل، فهو أفضل الخيارات بالنسبة للأفراد الذين يحيطون به لإيكال الأعمال إليه أو توليته أعمالهم أو إدارتها. أيضا من طرق تنمية الانضباط الذاتي عندنا اتباع العادات الصحية الجيدة، والسبب أن الإنسان في مرحلة الانضباط الذاتي يحتاج أن يكون في مستوى التركيز العالي. التركيز العالي لن يتحقق إذا كان الإنسان يعاني من مشاكل صحية، مشاكل سمنة، سكر، ضغط، إحباط، اكتئاب، أمراض نفسية، أي نوع من الأمراض أو العضوية والنفسية لن يستطيع في وجودها الحصول على القدر الكافي من التركيز. لذلك مهم جدا الإنسان يلتزم بالعادات الصحية الجيدة. أيضا الالتزام بالعادات الصحية الجيدة يؤدي أن الإنسان يكون عنده طاقة عالية للقيام بالأعمال، لأنه الالتزام الذاتي دون الحركة ودون القيام بالأعمال في اتجاه الهدف الذي أرغب بالوصول إليه هو مجرد أمنية فقط. لذلك عندما أقوم عمليا بالسير في اتجاه الهدف تبعي أنا أحتاج أن أكون في طاقة عالية ذهنيا وجسديا ومشاعريا حتى أستطيع تحقيق ما أريد تحقيقه. أيضا من الطرق التي تساعد على تنمية الانضباط الذاتي وضع أهداف يومية وبسيطة جدا، لأن وضع الأهداف اليومية والبسيطة جدا وتحقيقها يعطي الإنسان الشعور بالثقة أنه يستطيع أن ينجز، فهو يرى إنجازات بسيطة جدا وهذا دافع قوي جدا له لتحقيق إنجازات أكبر وأعظم. الطرق كثيرة جدا لكن هذه أبرزها، وأهم شيء في هذه الطرق التعلم المستمر والتحسن المستمر. هذا يؤدي الإنسان أن يكون أفضل ما يكون في مسألة الانضباط الذاتي. كما ذكرت أن الطرق لتنمية الانضباط الذاتي كثيرة جدا، يعني لا تنحصر في نقطة أو نقطتين، لكن هذه أبرزها وأهمها إذا التزم فيها الإنسان وكان جادا وعازما في تطوير نفسه أو في تدريب نفسه لمسألة الانضباط الذاتي يستطيع بإذن الله تعالى أن يكون في هذا المستوى من الانضباط الذاتي. جميل جدا. أستاذة خديجة، أيضا هل يعتبر الانضباط هو حافز داخلي أم يمكن أن يكون حافز خارجي؟
المفترض أن الانضباط الذاتي أن يكون حافزه من الداخل، أن يأتي من الداخل من خلال أفكار الإنسان، معتقداته، نظرته. لكن في الواقع الحالي الجميع يريد أن يكون الحافز خارجي، يريد أن الجميع يشجع ويحفز وينشط، وتتواجد الفرص والظروف المهيئة لهذا الأمر. لذلك تراجع مسألة الانضباط الذاتي، لكن المفروض أنه انضباط ذاتي معناها أنا من أضع القوانين، أنا من أضع النظام، أنا من أضع المحفزات، أنا من أضع لنفسي المكافآت لهذا السلوك الذي أسلكه. فإذا نقول أنه يأتي من الداخل وليس من الخارج. هناك أيضا مقولة أنه يقولون إذا كانت عائلة تلتزم بالانضباط الذاتي أو من سماتها الظاهرية كذلك، أكيد أن أولادها سيكونون مثلها ويأتون منضبطين. وهل هذه ممكن أن تصبح كأنها عادة مكتسبة أم يمكن أن نقول عادة وراثية؟ هذه العادات هي عادات مكتسبة، لأنه نحن قلنا في بداية التعريف الانضباط هو تدريب الإنسان نفسه لاكتساب عادة معينة أو سلوك معين أو تحقيق أمر معين. فإذا كانت هذه العائلة عندها نمط معين وبرنامج تسير عليه، معنى ذلك أنها هي تقوم بتعويد هؤلاء الأبناء منذ الصغر، تدريبهم على هذا النمط الذي لا تخرج عنه، فيأتي الأبناء بهذه العادات المكتسبة. لكن الكلام ليس هنا، الكلام عندما يصبحون كبارا ومستقلين، هل سوف يبقون في نفس المستوى من الانضباط الذاتي أم لن يبقوا كذلك؟ لأن هنا الحافز والمؤثر هو خارجي وليس داخلي. يعني ربما يكون الأبناء غير مقتنعين بهذا الشيء، لكنهم ملزمين أن يلتزموا بهذا النظام ويسيرون عليه في بيتهم. لكن متى يظهر هذا الشيء؟ عندما يستقلوا في حياتهم أو ينفصلوا عن هذه العائلة، يظهر هذا السلوك. هل هو سلوك ذاتي أم هو سلوك مكتسب فقط بسبب وجود هذه العائلة وهذا النظام الذي يضبط سلوكياتهم فيه؟ فإذا هو عادة مكتسبة. جميل جدا، شكرا لك أستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش في الحياة. سوف ننتقل إلى فاصل ونواصل مشاهدينا الأعزاء، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم في برنامجكم بقوارير، وفي عدد جديد نواصل فيه عن حديثنا عن الانضباط. قبل الفاصل كنا مع الأستاذة خديجة برهان. مرحبا بك مجددا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياك الله، يا هلا وسهلا. أستاذة خديجة، تحدثنا عن أهميته وعن كيفية نجعلها عادة في حياتنا، لكن هناك سؤال مهم آخر: لماذا يفشل الناس في جعل الانضباط عادة في حياتهم؟ كما قلت، لماذا يفشل الناس؟ يفشل الناس لأنهم يخافون من الفشل، فلا يستطيعون مواجهة مخاوفهم وشعور الفشل، فليس عندهم الشجاعة لذلك. هذا أول سبب يجعل الإنسان لا يستطيع الالتزام بالانضباط. أيضا الإغراءات المستمرة، الإغراءات الموجودة الآن حاليا تعيق الإنسان عن أن يكون عنده ذهن صافي ورغبة أكيد تحقيق هدف معين، فبالتالي يفشل في الانضباط، يقوم بأمر ما ثم يتركه في منتصف الطريق بسبب المغريات، بسبب المحبطات، بسبب عدم التشجيع، لذلك يتجاوب مع هذه المغريات. أيضا عدم وجود هدف. لماذا أريد أن أنضبط في هذا الأمر؟ لأن عندي هدف معين أريد أن أرغب أن أصل إليه. إذن عدم وجود الهدف يجعل الإنسان يتساءل: لماذا أنضبط؟ لماذا أعدل سلوكي؟ لماذا أريد أن أكتسب هذا الشيء؟ عندما لا يجد جوابا على لماذا لا يستطيع أن ينضبط. إذن لا يجب أن يكون عند الإنسان هدف يسعى للوصول إليه. أيضا من الأشياء التي لا يستطيع الإنسان بسببها الالتزام بالانضباط الذاتي الافتقار لقوة الإرادة والتحفيز. دائما الناس تنتظر التشجيع والتحفيز من الآخرين، عندما يخفقون أو يفشلون: لماذا أخفقت؟ لماذا فشلت؟ لم يشجعني أحد، لم يحفزني أحد، لم يثني علي، لم يدعمني أحد. البحث عن المحفزات من الخارج يؤدي بالإنسان أنه لن ينضبط، لأن الخارج ليس هو المكان الصحيح لبحث مسألة الانضباط الذاتي من خلالها. أيضا عدم وجود طموح. غياب الطموح لا يجعل الإنسان عنده القدرة على مسألة الانضباط الذاتي. ليس عنده هدف يريد أن يصل إليه، ليس عنده طموح للوصول لمستوى معين أو أعلى من المستوى الذي يريد أن يصل إليه، إنما دائما يقبل بما هو موجود، بما هو متوفر، بما هو متاح حسب الظروف. فقلة الطموح أو ضعف الطموح يؤدي الإنسان عدم
قدرتي على الالتزام والانضباط الذاتي. أيضا ضعف الحالة الصحية، نحن ذكرنا أن الحالة الصحية الجيدة تساعد الإنسان على التركيز والقيام بالأعمال، يحتاج طاقة عالية. فالإنسان عندما يكون مريض نفسيا، مريض جسديا، مريض عضويا، أيا كان المشكلة الصحية التي يعاني منها، لا تجعله في مستوى تركيز عالي للانضباط الذاتي، إنما تركيزه دائما منصب على صحته وعافيته، فبالتالي لن يكون عنده القدرة على الانضباط الذاتي. هذه أهم الأشياء التي بسببها لا يستطيع الناس الآن إيجاد مسألة الانضباط الذاتي في حياتهم أو في سلوكياتهم. جميل. أستاذة خديجة، أيضا يعتبر نقطة أخرى مهمة جدا أنه ظهرت مفهوم الانضباط يمكن في الآونة الأخيرة أكثر، صرنا نسمع عنها أكثر شيء مؤخرا، فمتى بالضبط ظهرت مفهوم الانضباط والالتزام؟ مفهوم الانضباط مفهوم قديم جدا، لكن أكثر فترة ظهر فيها بقوة عندما ظهر الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظهر مفهوم الانضباط والالتزام الذاتي، لأن مفهوم الانضباط مرتبط في الإسلام عندنا مسألة الاستقامة. الذين آمنوا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة معناها تستلزم أن الإنسان ينضبط سلوكيا، ينضبط مشاعريا بالأحكام الشرعية بما قال الله وقال رسوله. فبالتالي هذا المفهوم الانضباط ليس مفهوم حديث، إنما اللفظ فقط هو الحديث، لكنه هو مفهوم موجود في الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ورتب عقل الناس مسألة الانضباط الذاتي. وهذا ما نشاهده أساسا في السيرة النبوية وفي قصص السلف الصالح في هذا الأمر. جميل. هل هناك قصة ما نستمع إليها عن السيرة النبوية في مفهوم الانضباط الذاتي؟ طيب، قبل أن نقول القصة نود أن نقف قليلا في مسألة الانضباط في الإسلام، كيف نظر لها الإسلام. الإسلام يعني هناك شيئان مهمان جدا مترابطان بينهما، أنه اللي هو الإيمان والاستقامة. هذان المفهومان بينهما ترابط شديد جدا، لأنه الإيمان، إذا وجد الإيمان بالله والإيمان بما قال الله وقال رسوله وبما نزل من الأحكام الشرعية، إذا أنا مقرة ومؤمنة بهذه الأشياء، وأنه في الآخرة هناك جزاء على العمل الصالح وهناك عقوبة على العمل السيء وعدم الانضباط، يؤدي بالإنسان أن يعمل للوصول للجنة التي هي الهدف. الآن وجد الهدف، فإذا معنى أنه وجد الهدف معناها أن يجب أن يسير ضمن خطة معينة للوصول لهذا الهدف. إذا صار ضمن خطة معينة للوصول لهذا الهدف، هذا ما نسميه نحن الاستقامة على أمر الله، فيصبح الإنسان هنا سلوكياته كلها منضبطة بالحكم الشرعي الحلال والحرام، ويكون هدفه وغايته نوال رضوان الله سبحانه وتعالى، وليس بعد رضا الله إلا الجنة. إذن هذا المفهوم مهم جدا لمسألة الانضباط الذاتي، بمعنى أنه إذا ضعف إيمان الإنسان، يضعف الاستقامة يعني يضعف الالتزام الذاتي، يؤدي ذلك إلى ضعف التحصين يعني عدم وجود طموحات وأهداف يسعى للوصول إليها، معناه يصبح الإنسان غير منضبط ذاتيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ليس بالقول فقط، إنما آمنت بالله قولا وفعلا، ثم استقم على أمر الله سبحانه وتعالى، يعني عيش حياتك بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا كان في كلمتين لخص لنا موضوع الانضباط الذاتي. طبعا عندما نذكر هذه النماذج نذكر أن الإسلام جاء ضبط كل هذه الأشياء أو أوجد مسألة الانضباط الذاتي من خلال الحكم الشرعي، فالمسلم يتحكم برغباته فيضبطها بالحكم الشرعي، وأيضا يقوم بالأعمال من خلال الانضباط الذاتي بالكيفية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا انضباط ذاتي، يعني قم بالأعمال التي يحبها الله حتى لو كانت قليلة، لا تبالغ ولا تكثر منها. لماذا القليل؟ لأن القليل يؤدي إلى النجاحات الصغيرة. النجاحات الصغيرة تبعث الثقة في النفس. معنى الثقة في النفس معناها أنني أستطيع أن أقوم بالكثير أيضا من الأعمال الصغيرة، لكن التي تكون تأثيرها كبير جدا.
طبعا من أشكال الانضباط في الإسلام عندنا أعظم مثال هو ضبط الصلوات الخمسة. الصلوات الخمسة في 5 أوقات، والإنسان يجب أن يحضر للصلوات الخمسة أو يؤدي الصلوات الخمسة هذه، والذي يقيمه منها ليس فقط النداء الله أكبر، إنما يقوم من نفسه بسماعه لهذا النداء، يتذكر فقط أن الوقت قد حان لأداء هذه الصلاة، فيقوم من نفسه بنفسه في الوضوء ثم توجه للقبلة ثم أداء الصلاة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما علمنا إليها. فهذه صورة كاملة لمسألة الانضباط الذاتي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ببعثته ودعوته إلى الناس كان مثالا حيا للانضباط الذاتي، فكانوا هم يقلدونه في كل ما يقوم ويفعل به، فكانوا هم يعني مؤثرين في الحياة، وظهرت نتيجة انضباطهم الذاتي على التوسع في الفتوحات الإسلامية، نشر الإسلام، حمل العلم، التغيير الذي أوجدوه في مجتمعاتهم. لذلك كان زمانهم خير الأزمنة وأفضلها بسبب الانضباط الذاتي الفردي في أن يطبق أمر الله سبحانه وتعالى في حياته وفي واقعه وفي تعامله مع الناس. جميل جدا. بما أنه إذا أردنا أن نلتزم فعليا بالانضباط الذاتي وقد التزمنا، ما هو النتيجة التي سوف نراها على المستوى قريب المدى والبعيد المدى في حياتنا والتغيرات التي ستطرأ عليها؟ أول تأثير سوف نراه حالة الرضا الذاتي عن أنفسنا، أننا نستطيع أن نلتزم وننضبط دون أن يكون هناك محرك خارجي، إنما من أنفسنا. هذا الشعور بالرضا الذات يؤدي بالإنسان إلى الثقة بنفسه، أنني أستطيع أيضا أن أقوم بهذا الشيء. ينعكس ذلك على أنه يحقق الأهداف أو يضع أهداف بسيطة ويحققها. تحقيق هذه الأهداف يعطي الإنسان الشعور بالسعادة والشعور بالقدرة على أن يكون شيئا مؤثرا أو شيئا مختلفا في الحياة دون وجود حافز خارجي. هذا كله يؤدي بالإنسان أن يكون عنده حس عالي جدا بالمسؤولية، فينعكس على سلوكياته مع الناس بشكل جيد، فالناس عندها تتحول ثقتها فيه تكون عالية، يعني يبدأوا يشعرون بالثقة العالية تجاهه لأنه شخص منضبط. الناس تحب الأشخاص المنضبطين ذاتيا الذين يشعرون بحس عالي جدا بالمسؤولية. فهذه كلها عندما يشعر بها الإنسان سوف يصل إلى حالة من الطمأنينة والثقة العالية التي تساعده لوصول أعلى المراتب، الدرجات والأهداف التي يسعى للوصول إليها. جميل. وكيف نستطيع أن نربي أطفالنا على الانضباط منذ الصغر؟ الأطفال يتربون بالقدوة ببساطة. عندما نكون نحن قدوة أمامهم لا نحتاج أن نقول لهم لماذا لا تفعل ولماذا فعلت. عندما يرانا سوف يقلدنا، عندما يقلدنا يتربى على هذا الشيء بشكل تلقائي. في الأثر عودوا أبناءكم الخير فإن الخير عادة. الانضباط نحن قلنا أنه عبارة عن تدريب ذاتي لتغيير سلوك معين أو اكتساب سلوك معين أو وصول لنتيجة معينة. إذا أنا أرغب أن أكون أولادي منضبطين، يجب أن أكون أنا أول من أنضبط في حياتي، في استيقاظي، في نومي، في ضبط وقتي، في ضبط نشاطي، في ضبط لساني، في ضبط سلوكي. يتعلم الأطفال ويتربون من خلال النظر. تعتقد الناس أن نحتاج أن نقول كلام كثير لأبنائنا. والله نحن لا نحتاج أن نقول أي كلمة للأبناء هم صغار أو كبار، يكفي أن نفعل حتى يفعلوا كما نفعل نحن. أعظم مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل فقط وهم يقلدونه. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الصلاة حالة فعلية. إذن افعلوا كما أفعل أنا فقط. هذه هي المثال بسيط جدا في ضبط السلوك أو تعويد الأبناء على مسألة الانضباط الذاتي. جميل. سيدة خديجة، هل يجب علينا أن نقسو على أنفسنا إن حاولنا الانضباط وفشلنا كم من مرة فنشد على أنفسنا أو نجد ذواتنا أحيانا؟ هل يجب علينا فعل ذلك؟ هذا أكبر خطأ يرتكبه الإنسان مع نفسه، أن يكون لواما لها وأن يشد على نفسه وأن يضغط عليه وأن يلومها إذا قصرت. بالعكس، كلما الإنسان قصر يجب أن يكون حنونا مع نفسه، رؤوفا معها، ملتمسا للعذر. لا بأس عليك، اليوم لم تنجحي، نستمر، نقوم بالفعل نفسه، نكرره نكرره نكرره، لأن التكرار هذه عملية برمجة. أما إذا قسونا على أنفسنا ووقعنا اللوم على أنفسنا وعاتبنا أنفسنا،
كل الذي سوف يصل لعقولنا هو حالة من الإحباط. معناها حالة من الإحباط، معناها حالة من أنني إنسانة فاشلة، لن أستطيع أن أقوم بهذا الشيء، لن أستطيع أن أحقق هذا الشيء، فبالتالي نفشل في مسألة الانضباط. بالعكس، كل ما وقع الإنسان يجب أن يقوم ويكمل فقط، وليس يطلب حالة الكمال. لذلك في الإسلام باب التوبة لماذا مفتوح؟ لأنه الإنسان عندما يخفق ويرتكب الذنب، باب التوبة مفتوح حتى يذهب هذا الذنب ويغسله، ويبدأ الإنسان صفحة جديدة. وكلما أخطأ أو أذنب يستغفر فيبدأ من جديد، والله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل من الإنسان، دليل على الصدق. الإنسان عندما يخفق ويبدأ من جديد معناها أنه إنسان صادق. أما إذا أخفق وسكت وبقي في حالة الإخفاق معناه هو مدعي النجاح أو مدعي الرغبة في تحقيق الأشياء. جميل جدا. أستاذة خديجة، في الختام نريد نصيحة للمشاهدين المتابعين على برنامج قوارير. النصيحة التي أوجهها دائما وأبدا: لا تبحث عن محفز خارجي لكي تنضبط ذاتيا، كن أنت المحفز الذاتي لنفسك. ضع أهداف بسيطة جدا وليست أهداف معقدة وصعب الوصول إليها، ولا نقارن أنفسنا بالآخرين. أقارن نفسي بنفسي، كيف كنت قبل شهر، كيف كنت قبل سنة، كيف كنت قبل أسبوع. أقارن نفسي بنفسي فقط. نتوقف عن المقارنة حتى نحقق المستوى العالي من الانضباط الذاتي، لأنه هذه مسألة تراكمية وتأتي مع الوقت والممارسة فقط. جميل. شكرا لك أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. شكرا لكم متابعينا الكرام أينما كنتم. نلتقي وإياكم في عدد جديد من برنامج قوارير. إلى اللقاء.